صباح الفل. النهارده بقى هنعمل تجربة مختلفة خالص. النهارده احنا في مستشفى جامعة ألبانيا في أوروبا. هنبدأ بقى نعمل ورك شوب كده إن شاء الله، نبدأ نشوف بقى حاجات كده عملية. خلينا كده مع بعض خطوة بخطوة وهنشوف بقى التجربة دي في آخرها هتبقى عاملة ازاي. دخلنا الجامعة وبدأنا نستكشف بقى كده المحاضرات وناخد صور كده. بدأنا ندخل قاعة المحاضرات اللي هيحصل فيها بقى الورك شوب والمناقشات العلمية. وبدأت الناس تستعد دلوقتي كده، وقعدنا على الكراسي ومستنيين بقى المحاضرة تبدأ. بدأت أول سيشن معانا مديرة الجامعة. بدأت بقى تعمل لنا برزنتيشن كده عن الجامعة والكليات بقى اللي موجودة في الجامعة والأنشطة اللي بيعملوها، الأكتيفيتيز كلها والكوريكولم التعليمي، وبيشتغلوا مع الطلبة ازاي وعندهم كليات ايه، وشغالين من امتى. استمرت السيشن دي، كانت اول سيشن، كانت شيقة قوي. التعليم هناك برضو في اوروبا مختلف. استمرت السيشن دي حوالي كده ربع ساعة. وبعد كده بدأنا بقى السيشن اللي بعدها، وكانت من احلى المحاضرات اللي احنا سمعناها. بدأت معاها دكتورة كده اسمها سارة من ألبانيا، بس هي حد صغير في السن بس حد شاطر جدا. بدأت بقى نتكلم فيها عن مرض السمنة، وان هو بقى مش مجرد دلوقتي بيتشخص اللي هو مرض، مش مجرد بس لايف ستايل. لا، ده احنا بقى بدأنا نخش في مرحلة جديدة اللي هو بقى بنسميه جائحة. وبدأنا نتكلم فيه بقى عن طرق العلاج بتاعتهم وايه الاساليب العلمية اللي هما بيستخدموها. وبدأنا نبدأ نتكلم فيه على حقن المونجارو الجي ال بي 1، والطفرة الكبيرة قوي اللي موجودة دلوقتي في حقن التخسيس. بدأت السيشن اللي بعدها كانت سيشن بقى نقاشية، ودي كانت من الحاجات الحلوة قوي والشيقة اللي حصلت. بدأ بقى ننقل فيها التجارب لبعض. يعني ايه؟ بدأنا نقول التجربة المصرية، الدكاترة المصريين بدأوا يتكلموا عن التعامل اللي حصل ما بيننا وما بين المريض في مصر، والتعامل ما بين الدكتور والمريض في ألبانيا، وايه الحاجات المختلفة بين الشعوب. الفاريشن بقى، هل فعلا استجابة الشعوب واحدة لكل في استجابة الشعوب في الناس؟ بدأت الناس استجابتها واحدة لحقن التخسيس ولا لأ؟ هنا أنا قاعد أهو بسمع المحاضرة. بجد كانت من المحاضرات الممتعة، المختلف فيها المرة دي اللي احنا ثقافتين مختلفين خالص. يعني ثقافة بنبدأ يتكلموا فيها، بس هنا احنا فعلا يعني ايه، كانت الموضوع مختلف، كان لصالحنا الحمد لله. كانت المناقشة محتدمة، يعني الآراء المصرية الحمد لله تفوقت. الناس كانت مبهورة قوي بالدكاترة المصريين اللي هم عندهم فعلا الكفاءة والقدرة اللي هم يوصلوا للنتائج